هو ده قُلت له حبوب، قال لي: "إيه ده إزاي حبوب وهو لسه مولود يعني؟" النهارده عايزين ناخد روشتة من دكتور رضوى عادل الهلالي. يعني من أكتر المشاكل اللي باواجهها في العيادة patient ييجي لي فجأة: "دكتور أنا وشي اتملا حبوب." برضه من الطريف جالي patient بابنه لسه مولود بيقول لي: "إيه ده اللي في وشه ده؟" قُلت له: "ده حبوب." هو ده قُلت له حبوب، قال لي: "إيه ده إزاي حبوب وهو لسه مولود؟" أسبابها كتيرة يعني ليها أكتر من risk factor. طبعًا أساسي الgenetically background يعني. تاني سبب طبعًا الstress اللي بقى موجود في حياتنا، يعني ده طبع بقى اللي طبع في تقريبًا حياتنا كلنا بقى تقريبًا. بنعاني منه. الdiet ده عامل أساسي جدًا في الacne، سواء الjunk food سواء الfried chicken الfrench fries. إمم. دكتور أنا باموت في الشيبسي ده، هو كيس شيبسي واحد في اليوم. يا دكتور أنا الfried chicken أو الfrench fries أنا باكله 3 مرات في الأسبوع. طب ما 3 مرات في الأسبوع يعني 12 مرة في الشهر. احسبوا الكميات دي صح، كفيلة صح. كفيلة إنها تعمل لي acne eruption وتحولني لacne prone skin. even حتى أنا لو ما عنديش genetically background هيظهر لي الكوزموتكس. انا لما بستخدم الميك اب ده يعني مشكله كبيره جدا، سواء في الابلكيشن بتاعه أوكي. وسواء في الريموفال بتاعه. لما اجيب القطنه واعمل فريكشن او بريشر ده برضو بيعمل لي اكني. بلاش اكرر كل يوم ميك اب أوكي. بمراحله اللي هي الفاونديشن صح. والباودر لو والحاجات دي too كلها. لا heavy. انا مش ما ينفعش. حابه اشكر دوكسجين لاني احنا كدكاتره بنبقى محتاجين برودكت يكون فيه هاي كواليتي تدي البيشنت فيدباك، بس كمان لو كان البرايس افوردبل دي حاجه أكيد. يعني بتساعدنا وبتساعدنا في روشتتنا. ده استنوا روشتتكم في باقي حلقات الروشته من الاخر.